في إطار الإجراءات التي قررت الحكومة اتخاذها لتقليص حجم فاتورة الواردات والتوجه نحو دعم المنتوج المحلي والتشجيع على استهلاكه، تعمل الحكومة على ضبط قائمة المنتوجات الممنوعة من الاستيراد بدون رخصة. المزيد في سياق تقرير سلاف دعماش ومحمد سعدوي. في ظل وجود مؤسسات وطنية تنشط في مجال صناعة الأجهزة الكهرومنزلية والتي بإمكانها تغطية احتياجات السوق ومنافسة المنتوج المستورد، تم إدراج هذا النوع من الصناعات ضمن المنتوجات المعنية برخص الاستيراد لضبط الفاتورة دون عرقلة التجارة الخارجية. بينا تكون ان سيرتان اكيليبر، وكيف كيف ما حبيناش كيف يتباع نيمبورت كوا برودوير نيمبورت كوا لوكال. ها ليسونسيال ما عندوش خيار الكليون، لا كيف سي او ديتريمون دو لا كاليتي. ماذا بينا يكون ان سيرتان اكيليبر، سا فو دير يفو بروندر لي ميزور نيسيسير. يفو با ليسي يعني واحد يرمي لا لوا سور التيران خليها نشوفوا وين تروح، نو يفو فيكولي هذا الشومان، لازم يكون ان شومان دروا. المؤسسات الوطنية الناشطة في هذا المجال استحسنت المبادرة داعية لضرورة مواكبة العصرنة والتطور. عندما نتكلم عن المنتوج الوطني، نتكلم عن المنتوج الوطني ليس من جانب عاطفي، لازم حتى من الجانب العملي أنه هذا المنتوج الوطني يكون يتناسب مع المواصفات الدولية ويكون ينافس بدرجة أكثر المنتوجات اللي راهي تجينا من الخارج. وأعتقد أن الجزائر عندها الإمكانيات المادية والإمكانيات البشرية باش تعمل وتصنع منتوج يتطابق مع المواصفات الدولية. هي إذن إجراءات من شأنها تقليص فاتورة الواردات والاكتفاء باستيراد ما نحتاجه لتغطية الطلب الداخلي، وكذا فتح المجال أمام المؤسسات الوطنية الناشطة ودعم منتوجاتها في السوق الوطنية لتصبح أكثر تنافسية.